السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم طريقة عمل الديزاين الكبير للكيكات. طبعا طريقة عمل الكيك والحشو والتغليف والقناش إلى آخره من هذه الدروس أنا قد عملتها في دروس سابقة، راح أحط لكم الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أما بالنسبة لطريقة العمل لحق اليوم، أنا حبيت أوضح لكم أسس وأهم الطرق اللي عمل الديزاينات الكبيرة بأسهل الأمور. أولا لازم نحدد مقاسات الكيك اللي راح نعملها. أنا طبعا اللي أصلحها عادة المقاسات الكبيرة تعتبر قياس 40 سنتي في 60 سنتي، فعشان كذا حضرت أنا عندي هنا كيكات طبعا في الصحون، لأن الصحون اللي موجودة عندي قياس 20 في 30. حشيتها وحطيتها في الصحون نفسها. عندي 4 كيكات، طبعا كل كيكة 3 طبقات من الكيك وشريحتين من الحشو. فرزنتهم يوم كامل في الثلاجة لحد ما صاروا معايا زي الثلج، يعني يعتبر دحين كل كيكة مثلجة مفرزنة من اليوم السابق. جبت عندي هنا بورد كبير بمقاس أكبر 10 سنتي على المقاس اللي راح أعمله للكيك، اللي هو الكيك طبعا قلنا 40 في 60، فأنا زدت 10 سنتي من جميع الاتجاهات للبورد. وزي ما انتم شايفين الآن عندي الكيكة الأولى هذه قياس 20 في 30. حشيتها وشربتها وفرزنتها يوم كامل، ونفس الطريقة لنفس الأمور اللي موجودة عندي اللي هي بقية الكيكات. عملت 4 ولصقتهم جنب بعض، طبعا حطيتهم على البورد. عملت الأساس اللي تحت كريمة عشان تلصق عليها. بعد كده كل ما لصقت جزء من الكيك عملت كريمة عشان تكون فاصل ما بينهم عشان تمسك بقية الكيكات. الآن لاحظوا أن أخذ عندي أي أداة من الموجود عندي من المطبخ، بس لأني نسيت أعمل كريمة ما بين القطعتين هذول حق الكيك. أضفت الكريمة وبعد كده لاصقتهم في بعض. الآن أطالع أشوف الزوايا كلها متساوية من جميع الاتجاهات. هنا حبدأ أغلفها بالكريمة. زي ما قلت لكم طبعا نقدر نحشي كل كيكة لوحدها بحشوات غير، يعني مش شرط ان هي تكون كلها حشوة واحدة. انا كل كيكة عملت فيها حشوتين و3 شرائح من الكيك ومشربات بشكل كامل، يعني عادي جدا انك تشربيها وتحطيها بعد كده في الفريزر. طبعا اخليها تتجمد لحد ما تصير قطعة من الثلج. انا اصلح الامور هذه مهما كانت عريضة، يعني حتى لو كانت اكبر من كذا انتم فقط تحسبوا نوعية الصحن اللي موجود عندكم. مثلا اذا كان الصحن قياسه مثلا 40 في 30 مثلا، انت تحطي الصحن جنب بعض اكثر من مرة وتشوفي كم يطلع قياسه هنا عشان تعرفي كم قياس الصحن اللي انت راح تسويه. طالما انا عملت عندي هنا اللي هو قياس الصحن 20 في 30، فانا لما احط الاثنين جنب بعض تمام فيصير ايش عندي 30 تصير 60 والعشرين تصير 40. وقد ما يكون حجم الصحون اللي انت موجودة عندك تقدري تكبري الكيكة. مثلا انا هذه الكيكة حقدر اكبرها لقياس 90 في 40، يعني كمان احط كيكتين اللي هي بنفس الاسلوب هذه واحطهم بالجنب واكبر طبعا البورد واحطهم بجنب بعض. وطبعا انتوا كمان بعد ما تشوفوا حكاية الصحون تشوفوا كمان كم ممكن يحتوي ثلاجتكم أو الفريزر تبعكم، كم ممكن تتحمل من كيكات. طبعا أنا أفرزن الاثنين الأوليات لحد ما يصيروا زي الثلجة، وبعد كده أحط الاثنين الباقيات فوقهم وهكذا عشان يترصوا فوق بعض ويتفرزنوا على حسب طبعا حجم الفريزر تبعكم ويبقوا لليوم الثاني. بعد كده أشيلهم من بعض وأبدأ قبل التسليم بساعة إلى ساعة ونص بالعمل اللي انتم شايفينه اللي هو طريقة التغليف. تغليف اللي هو بالكريمة. أثبت فقط الكيكات على البورد
وزي ما قلت لكم يكون فارق 10 سنتي من جميع الاتجاهات. يعني مثلا اللي احنا عملناه الآن الكيكة قياس 40 في 60، فكان قياس البورد اللي هو أكبر ب10 سنتي. 60 طبعا 10 سنتي زيادة صارت 70، وال40 زيادة 10 سنتي يعني 50. 50 في 70 اللي هو قياس البورد اللي أسفل الكيكة. أهم شيء إننا ناخذ بورد يكون متحمل لوزن الكيك. الآن بعدما وزعنا اللي هو الكريمة من الجوانب وملسناه بالطريقة اللي انتم شفتوها في الفيديو، راح نعمل كمان بقية الكريمة ونوزعها على السطح ونبدأ بتمليسها بشكل كامل. طبعا هذا كله قبل التسليم بساعة إلى ساعة ونصف، بالكثير ساعتين، يعني يكون أقصى حد للعمل عشان توصل وهي باردة. العمل جدا سهل مش صعب بالقدر اللي الكثير يتصوره. كل الحكاية يحتاج لنا شوية ترتيبات، راح أعيد الترتيبات بشكل مناسب عشان تحفظوها. في البداية لازم نشوف الصحون اللي موجودة عندنا كيف قياساتها. الصحن اللي راح نستعمله نحاول قدر الإمكان ندبله. مش شرط إنكم تستخدموا نفس الصحون اللي موجودة معي، لا، خذوا شوفوا الصحون اللي موجودة عندكم. مثلا 20 في 20، يعني آخذ منها 3 أو 4 صحون على حسب المتواجد في السوق، أو ناخذ مستطيلات. مو شرط مربع ولا شرط مستطيل، لكن اللي موجود عندكم في السوق تقدري تاخذي أكثر من صحن، خاصة البنات اللي يشتغلوا في مجال الكيك وحابات إنهم يشتغلين في المجالات اللي هو الديزاينات الكبيرة. تاخذ صحون، تحاول تاخذ 4 أو 6 على حسب رغبتها هي طبعا وقدرتها في الشراء. تاخذي الشيء الأنسب لك، تشوفي الحجم وكم لما تحطيه مع بعض. يعني مثلا أنا عندي مثلا زي ما قلت لكم الصحون حقتي اللي هي قياس 20 في 30، لما أجي أحطهم جنب بعض يكون 40 في 60 أو 40 في 90 وأكبر. وكلما حبيتي يكون القياس المهم معروف معك. انت شوفي صحونك قد ايش، بعد كذا تبدأي تصلحي الكيكات. تبدأي بعد كذا تحشيها، بعد ما تبرد تحشيها، تبطنين الصحون تبعكم بورق زبدة وتدخل الكيك فيه، تشربيها عادي وتحشيها عادي. بعد كده تفرزنيهم. طريقة الفرزنة هو طبعا بعد الكيك لما نحشيها طبعا لازم نبطن الصحن زي ما قلت لكم بورق زبدة. بعد كذا تحطي شريحة الكيك وتحشيها بالطريقة المناسبة لك. بعد كذا تغلفيها بكيس وتدخليها بالفريزر، ترصيهم جنب بعض. في حالة إذا كانت فريزر تبعك ضيق ممكن تعملي اللي هي تفرزني جزء من الكيك، بعد ما يتفرزن بشكل كامل الجزء الثاني ترفعيه فوق الأول، يعني ترصيهم فوق بعض. لكن اللي في الفريزر تبعها ضيق تفرزن نص الكمية والنص تحطها بالثلاجة تحت. بعد كده ترفع اللي تحت فوق بعد ما يكون تفرزن بشكل كامل وتشتغلي بالطريقة اللي شفتيها في الفيديو. بعد ما الفرزنة زي ما قلت لكم نحط الكيكات جنب بعض تمام زي ما شفتوا جاهزة. بعد ورق الزبدة ونرصهم مع بعض في البورد المخصص لهذا الشيء، ونتأكد ان البورد يكون من النوع القوي اللي يتحمل الوزن. ونحط الفارق ما بين الكيكة والكيكة كريمة عشان في حالة الحمل لما يشيلوا الكيك بوزنها ما يحصلش اي انهيار او انها تفتتح من الوسط او يحصل لها اي شيء. لذا لازم نأكد اننا نعمل اللي هو الكريمة وسط الكيك. المهم بعد كذا بعد التمليس راح نزينها بالطريقة اللي انتم تحبوها. انا طبعا كانت عندي طلبية لمحل مملكة الأمراء وعملت ورقة اللي هي هذه الورقة اللي انتم شايفينها، ورق غذائي. طبعا انا شرحت هذا الشيء برضو في درس اخر، وزينتها او زينت الكيكة زي ما انتم شايفين باسلوب بسيط جدا ولذيذة بنفس الوقت. بعد كده حبيت اضيف كمان شوية تزيين، فعملت اللي هي مبشور الشوكولاتة. اخذ اي شوكولاتة موجودة عندي، انا استخدمت اماراتي، بشرتها بالمبشر حق البطاطس وبدأت اوزعها على السطح الكيكة عشان تعمل تزيين مثالي وتضيف لها مذاق حلو. بعد كده خلاص ينتهي عندنا الامر، يتم التسليم
زي ما قلت لكم هذا العمل اللي عملناه، اللي هي يوم للكيك، يوم للحشو، ويوم اللي هو للتغليف. تكون العمل هذا اللي هو تغليف الكيكة بالكريمة وتوزيعها يحتاج لها فقط ساعة إلى ساعتين بالكثير، كله على حسب قدرتك على العمل. إن شاء الله يكون درس اليوم خفيف عليكم، وإن شاء الله يكون واضح. حبيت إني أعمل لكم هذا الشيء لكثرة الأسئلة. إن شاء الله يكون اللي عملته اليوم مناسب لكم وعجبكم. أشكركم على المتابعة، وأشكر تعليقاتكم المحفزة دائما، وخالص تحياتي للجميع.